دكتور جمال اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كنت اتمنى الاستاذ محمد العمده يكون معك، لكن هو تعلل بامه، والحقيقه انا ضعيف امام الامهات، يعني امه لا ذنب لها. اتفضل. انا بعتبر ان كل الكلام ده تضييع وقت، وارجوك يا استاذ وائل لا تلتفت لمثل هذا الكلام ولا يعني نزعج المشاهدين. ما انت لازم ترفع الغطاء عن بعض الشخصيات، انا فاهم، تزيل الاقنعه عن بعض الشخصيات اللي يقول لك انا مش اخواني ولكنه يتحدث يعني يكون ملكيا اكثر من الملك. انا بس بقول لحضرتك ده مبدأ عام، لكن اذا كنا عايزين نساعد في توعية كل هؤلاء، محمد العمده اخواني للنخاع وانا اعرف ذلك يا سيد وائل. وفي اسوان نجح باراده الاخوان، واخد بالك، في البرلمان اللي فات، ومساعده الاخوان وتمويل الاخوان كما وصلني من رموز في اسوان على صله بنا. طيب هذا الموضوع الثاني ده بيعمل مغالطات في كلامه، ولا قاري تاريخ ولا عنده فكره بالسياسه ولا عنده اي حاجه. ده اصلا مسيطر عليه فكره اخوانيه، انه جم بالصندوق يبقى يمشي بالصندوق، الشعب هو اللي جابه هو اللي مشاهم. وبعدين انا عايز بس اقول لحضرتك بعض المعلومات. يعني في خلال ثوره 25 يناير وصلنا معلومات من اصدقاء لينا في ابلي وبابلي، يعني ابتداء من الفيوم كده لغايه اسوان، وانه قالوا لي ناس، يعني قالوا لنا معلومه انه جماعات الاخوان تقوم بشراء الاسلحه من المواطنين وبتجمع الاسلحه بعشرات امثال ثمنها. يعني البندقيه لو مثلا ب 100 جنيه يبقى ب 1000 جنيه، ب 1500 جنيه وهكذا. فانا سالت حتى جاي مره في الميدان، بقول له يا بنتاجي انت بيقولوا عليك انتوا بتشتروا اسلحه. انا كان مالناش دعوه، انا مش ارهابيين يا دكتور جمال. قلت له بتشتروا الاسلحه دي. طبعا الكلام ده كان مفكر في 2011 يا استاذ وائل. طيب انا عايز بس الاستاذ محمد العمده عاد الينا، ارحب به يعني من جديد. استاذ محمد، وانا اسف يعني لا نريد ان نزعج والدتك، لكن قل لها ده حوار يعني في النهايه من اجل المصلحه الوطنيه، وحتى يعني تتضح بعض الصور للناس. اتفضل دكتور جمال، اتفضل. دكتور جمال اتفضل. شالوا الاسلحه وخزنوا الاسلحه. دكتور جمال للاستاذ محمد. هو معانا الاستاذ محمد، اتفضل. يعني الميليشيات اللي طلبت يوم 15 عند الاتحاديه. انا عايزك تمشي بالتليفون شويه يا دكتور جمال، ما يهمش، رياضه شويه عشان بس الصوت متقطع. بقول لحضرتك اللي حاصل انه لا نمشي بالتليفون شويه يا دكتور. طيب لغايه ما نجيب الدكتور جمال تاني. استاذ محمد، الدكتور جمال بيقول لا، هذه فرصه لاسقاط الاقنعه، ومحمد العمده اخواني وكان ينجح باصوات الاخوان، فلا تدعي انك لست اخوانيا. يعني بص يا استاذ وائل، عشان اوريك بس ان احنا المناخ مش كويس، وان اصلا الدكتور جمال زهران ده كلمه اخ قليله. لما كنا مع بعض من 2005 ل 2010، يعني كلمه ان الدكتور جمال ده اخويا الكبير وانا اخوه الصغير دي قليله على العلاقه اللي كانت بينه وبينه. ما انا مش عارف ما الذي حدث لك يا استاذ محمد. بس ثواني ما هوريك بس ازاي ما بنصدقش على بعض. هو بيقول انت اخواني للنخاع والاخوان نجحوه. طيب عارف يا استاذ وائل، اقسم بالله العلي العظيم الاخوان انا مترشح على المقعد الفردي في اسوان. اقسم بالله الاخوان نزلوا 2 مرشحين، عامل وفئات. اقسم بالله وفرقت عن بتاع الفئات بتاع الاخوان، انا 71,000 وهو 51,000، وفي الاعاده هو 103,000 وانا 138,000. انا فارق عن مرشح الحريه والعداله في الانتخابات الاخيره 35,000، وكان بيني وبينهم زعل انه رشحوا حد اتصالي. بوريك ان احنا بنتكلم كله كذب في كذب. ليه بس كذب في كذب؟ ليه؟ ما هو بيقول لك الاخوان نجحوه. طيب خلينا يا دكتور جمال معايا بس عشان يرد على ده. اتفضل يا دكتور جمال. استاذ وائل، انا مش هدخل في مهاترات واضيع وقت مع السيد محمد العمده. يعني هو اخواني وجاي برساله من
وراء السجون المجتمع. المصالحات اللي تمت عبر حسن نفعه انت ما فيش جنبك تليفون ارضي يا دكتور جمال؟ طيب واشياء انا في الشارع، والله في الشارع. فعايز اقول لك سامعني يا تزواني ولا مش؟ انا سامعك كده، سامعك. فبقول لحضرتك ان هم جايين بيمرروا هذا الكلام اللي ملوش اي قيمه. الشعب في 30/6 حكم على جماعه الاخوان وكل الارهابيين من الجماعات المتأثرة اللي اخذت من الدين ستار لتحقيق مصالح غير وطنيه ومصالح سياسيه ومصالح اجنبيه واجندات امريكيه وعنايه للخارج بوضوح. جاي النهارده يمرروا هذا الكلام الفارغ عشان يقولوا للناس احنا عندنا